اهلا وسهلا بيكم يا احلى متابعين في الدنيا من قناه الشيف دودو. النهارده هجبت لكم وصفه كده بره عن الطبيخ، يعني هي شامله الطبيخ بس ايه. هنتكلم بقى إيه هناخد منها حاجه. مثلا انا سلقت الليمون، كنت هعمل مخلل الليمون. دي ميه الليمون، قلت مش هرميها، هعمل بيها حاجات كده هتعجبكم قوي. اول حاجه عايزه اعرفكم انا عملت الغسول ده اللي هو الشاور ازاي. هقول لكم انا عملته امبارح، بس انا هقول لكم الطريقه ازاي. بجيب اي حته صابون عندك متبقيه، حته صابون متبقيه عندك، بلا ما ترميها خساره، بحطها في البتاع ده، في اي حاجه عندك عبوه، اي حاجه عبوه، وبحط عليها ميه سلق الليمون بالطريقه دي. تمام، وبسيبها تكون ميه دافيه، يعني بعد ما انت عملت سلقت ميه الليمون بتكون دافيه، فبتدوب الصابون بسرعه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. تاني يوم بتلاقيه بقى كده، شايفين؟ شاور بتستحمي بيه. شاور ايه تستحمي بيه. مفيد قوي للبشره، لان في ميه الليمون دي كلها يا بنات فيتامينات. عملت ايه تاني كمان؟ جبت عندي جبت بقى ايه، حبة خل. ادي مثلا تاخدي كوباية ليمون، مية الليمون عليها مثلا نص كوباية خل، وتعمليه كده. ده مطهر، تنضفي بيه، بيخلي الحواض جميلة. بتمسحي بيه اي ترابيزة، فبيطهرها بالخل وبيديها بريق وجميل. اهو ادلك الخل اللي احنا استخدمناه. طيب ايه الخطوة التالتة اللي انا عملت بيها مية الليمون؟ جبت عندي بريل. فبلا ما بخففه بالمية، جيت خففته مية مركزة بتاعت ايه، سلق الليمون، وحطيته عليه بالشكل ده. فبقي بالمنظر ده، بصوا، وهيدينا لمعان احلى واجمل بميه الليمون، وهيبقى طري على ايدك، دي هتبقى حلوه قوي من غسيل ميه الليمون. كده عملنا 3 حاجات، والباقي ما رضيتش اسيبهم. سلق الليمون ده ما رضيتش اسيبه، ممكن احطه في الغسيل الابيض، اكبه معاه في المسحوق، هيديه جميل، هيخلي غسيلك الابيض جميل. يعني ما تد... ممكن ايه، لو انت مش عايزه تستخدميه دلوقتي، ممكن تعبيه في ازايز وتحطيه في التلاجة، واي وقت تغسلي بيه ايه الغسيل بتاعك الابيض، هيخليه جميل قوي. وكده احنا عملنا 3 حاجات من ميه سلق ميه الليمون. عملنا خففناه بالبريل، عملنا شاور زي ما انتوا شايفين، عملنا ان احنا ننضف بيه نمسح بيه الازاز والاحواض، مطهر بالخل، والباقي نغسل بيه الغسيل الابيض بتاعنا. يا رب تكون وصفتي عجبتكم. من ميه الكيكه انت بلا ما ترميها تستفيدي بيها. واشوفكم في فيديو اخر من الشيف دودو. ما تنسوش الاشتراك واللايك، بليز شاركونا بلايك، واشوفكم على خير. باي باي.